وبما انه رمضان غدوة حبيت نقدم لكم الوصفة تاع خبز الدار بدقيق القمح الكامل بطريقة ناجحة من اول تجربة وبدون اي محسنات. خبز صحي ومشبع يجي بزاف بنين، رايحين ترافقوه مع الشربات نتاعكم. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. وقبل ما نبداو في الفيديو نقول لكم حبيباتي ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو وتبارطاجيوه مع حباباتكم وصحاباتكم. ونبداو بسم الله على بركة الله في المكونات وطريقة التحضير. وفي البول تاع البيتران حطيت 500 غرام من دقيق القمح الكامل، هاني قاعده نعتلكم فيه. درت نصف كيلو فقط راح تخرج لي خبزه. ضفت لها ملعقة كبيرة خميرة الخبز ونصف ملعقة كبيرة تاع السكر. هنايا عندي كاس تاع حليب يكون دافي تاع 220 مليلتر، راح ندير منه ملعقتين فقط بهذيك الخميرة والسكر يتفاعلوا مع بعضهم. ومن بعد رايحه نضيف 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. انا نحب خبز الدار مبسس، اللي ما يحبوش مبسس يكتفيو بملعقتين فقط نتاع زيت الزيتون. ودرت نصف ملعقة كبيرة نتاع الملح وبيضة كاملة. والبيضة الاخرى نحيت منها غير البياض، والصفار خليته باش ندهن الوجه نتاع الخبز نتاعي. انا ضفت زرارع، ضيفوا الزرارع اللي حبيتو، درت الججلانيه والسينوج وزريعه البسباس، راح تمدلو مذاق رائع جدا. وضفت هذاك الكاس تاع الحليب وحطيته يتعجن في البيتخان. اللي ما عندهاش البيتخان عادي تعجنوا بيدها عادي كيما نعجنوا الخبز الدار. لازمكم تعجنوه مليح مليح في الاول، ومن بعد تبداو تسقيو فيه بالماء دافي. ها نبدا نحط بشويه الماء دافي، نتوما حطوا بشويه الماء دافي وعجنوا مليح كي ينشف لكم هذاك الماء كامل باش توليو تضيفوا الماء. العجينه القوام نتاعها لازم يكون طري باش يجيكم خبز الدار نتاعكم خفيف. لازم العجينه تكون طريه، هاني قاعده نعتلكم في القوام. درك نلمها نحط لها شويه زيت هكا من فوق، نغطيها ونخليها تخمر. لازم يتضاعف الحجم نتاعها. الوصفه هذه كما قلت لكم راهي صحيه 100%، ويجي بزاف بزاف بنين، خاصه اللي يديروا الريجيم ولا هاد الوصفه رائعه. هنايا من بعد ما خمر لي الخبز انا هبطت له الخمور، ومن بعد نحطو في صينيه تكون مدهونه بالزبده، دهنوها مليح مليح. انا ما نرشها لا بالفارينه لا والو. من بعد نولي نبسط العجينه. وفي هذه المرحله كنت شعلت الفرن على اعلى درجه، لازم الفرن تاعكم يسخن مليح. بالنسبه لصفار البيض ضفت له شويه تاع الحليب ودهنت الوجه تاع الخبز، ونزيد ندير الزرارع من فوق. انا درت السينوج، زريعه البسباس، الججلانيه، ونزيدو نخليوه يخمر للمره الثانيه حتى يتضاعف الحجم نتاعو. درك نحطوه في الفرن، انا دالي 20 دقيقه بالضبط. هاو من بعد ما طاب شوفوا ما شاء الله جا روعه روعه روعه، جا هايل. انا من بعد نولي نحيه من الصينيه نقلبو نخليوه يبرد، ومن بعد باه نقصوه. درك نقصوه معاكم. شوفوا جا ما شاء الله، شوف الله يبارك، جا روعه ما شاء الله. هذا كيما دركا في رمضان اللي يحبوا يعني الاكل الصحي يديروه، يهبل يهبل. تشوفوه معايا كي نقصو معاكم، يعني صراحة روعة روعة روعة.
ودركا وصلنا الى نهايه لا فيديو. نتمنى انه الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع حباباتكم وصحاباتكم، وتخليوا لي تعليق من تعليقاتكم الطيبه، وما تنساوش تجربوا الوصفه. هذا واش نقدر نقول لكم. مع السلامه، في امان الله.